بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هحكي لكم قصة دي حدثت في الفعل عندنا في قطاع غزة. يعني واحدة كانت بتحكيها في السيارة. واحد راح يزور أمه، يعني خلص شغله وخلص. الرجال قال له خلص، يعني احنا مستغنيين عن خدماتك. هو شغال كهربائي وحاطط 2000 في جيبته، راح يزور أمه. فهو بزور أمه، فراحت كيف حالك وايش اخبارك وايش مسوي؟ قالت له والله الحمد لله، بس يا ابني والله اسناني ما بعرفش اكل ولا بعرف امضغ حاجة، وحتى صحتي من قلة الاكل تعبة. قال طب ايش نعمل؟ قالت له والله يا ابني نفسي اركب طقم اسنان. طلع الراجل اللي بجيبته وقال له خد يا امي ركب طقم اسنان. طبعا دعت له كم من دعوة، معوش الراجل ولا حاجة، لدرجة بقولوا لك اللي حكوها، بقولوا لك انه روح يعني ماشي على رجليه، معوش اجار الطريق، روح يا دوب خش. فمرته بتقول له مالك؟ قال لها والله ابدا ما فيش، كنت عند امي وحصل كذا كذا. قالت له ربنا يجعله ميزان حسناتك. برضه هي بنت حلال، من الزوجة الصالحة رزق خير من عند ربنا. بتقول لك دخلت احضر له العشاء ولا الباب بيخبط، طلع الراجل لقى جارهم جاي ومعاه واحد عنده ورشة ومحتاج كهربائي ضروري. قال له ماشي هشوفه، ربنا دعوة امه وعشان رضا امه. الناس بتحسب لما بدي امي ولا بدي ابوي فلوسي رح تنقص، بالعكس ربنا هيزيد لك اياها. هو كان يشتغل ب2000. الراجل قال له يا عم ربط كلام، هاي ايه شهرية مقدم كامل، راح مديله 3000. شوفوا كرم ربنا. فرفقا بأمهاتكم وآبائكم عشان ربنا يرضى عليكم ويرزقكم، ويا رب هيك يهدي الجميع ويهديني معاكم. ولايكاتكم واشتراكاتكم وتعليقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.